تعالوا نعمل مع بعض حاجة حلوة قوي تطري علينا في البرد الحر ده اللي احنا مش عارفين له اي حاجة، بس حاجة لذيذة وطعمها حلوة قوي وهتعجبكم جدا ومختلفة عن اي حاجة جربتها قبل كده. وعلى فكرة انا اول مرة اجربها، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي حابين نعمل ايه تاني مع بعض ونعمله سوا. ويا جماعه اللي على التيك توك واللي على الفيسبوك يعملوا لي فولو وكومنتات ولايكات. انا بحب بصراحه ان انتوا تشجعوني وتقولوا لي كمان ارائكم في اللي انا بعمله، ولو في اي حاجه انا بقبل النقد عادي جدا، فهستقبل منكم كل حاجه. نبطل رغي، تعالوا نبتدي. معايا حوالي كوبايه لبن مسخناها على النار، مدفيها حاجه بسيطه، وحطيت عليها قهوه قابله للذوبان. معايا بقى اي بسكوت انتوا بتحبوه، اي بسكوت. انا جبت البسكوت اللي كان عندي في البيت بصراحه يعني، وجبت كده كاسات عندي او اطباق صغيره المتاح عندكم. هنزل بالبسكوت في اللبن عشان يبقى طري، ده اللي كان متاح عندي. شكلت كاسات على اطباق المتاح زي ما قلت لكم. بجد يا جماعه مختلفه خالص وطعمها حلو قوي. هنجيب حوالي كوبايتين لبن، نزلت عليهم بمعلقتين نشا ومعلقتين حاجه اسمها كاستر، دي بتلاقيها عند السوبر ماركت بتجيبيها منه برضو. الكاستر ده تعزيز للطعم، لو هي مش موجوده عندك تقدري ان انت تكتفي عادي بالنشا وهو هيتقل معاكي عادي جدا اللبن زي ما هو تقل معايا. هنقلب على البارد قبل ما نحطها على النار، نقلبهم كويس قوي ونتاكد ان الكاستر والنشا دابوا. ونزلت ب3 معالق سكر او 4 اللي انتوا حابينه، طبعا السكر ده اختياري. انا حطيت 3 معالق سكر بالظبط، وحسيت انها دقتها حسيت انها عايزه سكر فضفت معلقه كمان. افضل بقى اقلب بصفه مستمره لحد ما يتقل معايا. نفضل نقلب لحد ما ايدينا توجعنا من التقليب من الاخر. نقلب كويس قوي لحد ما القوام يبقى معايا بالمنظر ده، ارفعها على طول من على النار. نزلت بمكعبين من الزبده، وهنزل كمان بنص كوبايه من كريمه الخفق. لو برضو كريمه الخفق دي مش متاحه عندنا نقدر نستبدلها بالقشطه البلدي او الوش اللي بيبقى موجود في اللبن البلدي برضو. المفروض ما نحطهاش تاني على النار، بس انا الزبده حسيتها مسحتش، حطيت على نار دقيقه واحده رفعتها وبس كده. بصوا كده خلاص الزبده دابت. هجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض دوت وهحطه على البسكوت. هامله نص الكاس بتاعي عشان النص التاني هقولكم هعمل ايه. بصوا بقيت الكميه بقى نزلت عليها بمعلقه كاكاو، بس انا مش عارفه ليه ما جاتش في الفيديو. وكان عندي شوكولاته في التلاجة سيحتها وحطيتها عليها كمان. وما فيش الخطوه ديت تقدري تكملي بكل الكميه كاكاو عادي، تحطي معلقتين او 3 معالق كاكاو على حسب التست بتاعك. قلبت برضو وهمله بقيه الطبق بتاعي بالشوكولاته اللي احنا جهزناها مع بعض، هملاها كله وبس كده. انا خلصت زينتها كده، بقيت شوكولاته عندي رحت مزيناها وحطيت عليها شوكولاته. طبعا ده اختيار التزيين دوت براحتكم. كده خلصت، هنحطها بقى في التلاجة وهتاكلوا احلى طبق دقتوه في حياتكم. بجد كان طعمها حلو قوي، مختلف عن اي حاجه جربتها قبل كده وجديده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي حابين نعمل ايه تاني مع بعض ونعمله سوا. بصوا شايفين قد ايه حلوه؟ لو هتلاحظوا هتلاقوا ان الاطباق قلت من كتر ما هم كل شويه حد يسحب ياكل اصلا. يعني ما كنتش بادئه بالاطباق دي خالص من كتر ما هما مش صابرين. انا حتى ما لحقتش ادخلها التلاجة، يعني كلوا وهي دافيه عادي. بصوا كان انا برضو باكلها معاكم وهي دافيه، كانت بجد طعمها حلو قوي. طبعا لما هتقعد في التلاجة هتبقى احلى واحلى. اشوفكم الفيديو اللي جاي، باي باي.